انت اتهجمت عليا، اتهجمت عليا امبارح. بيضرب ابويا. القلمين اللي نزلوا على وش الراجل المسن مستأجر العقار من ملك العقار اللي في الصورة أبو شنب الرجولة، اللي أول ما سمع إن الشرطة جاية بلغ فرار واستخبى. تم القبض عليه. القلمين دول نزلوا على وش كل مصري ومسؤول عنده نخوة وعزة وكرامة، بصرف النظر عن المشكلة أو أصل الموضوع. الفيديو ده مؤلم جدا للغاية. ربنا يجعلها من حقك ونصيبك كل الدعوات للبني آدم اللي ما احترمش الراجل المسن. المصريين اللي عندهم نخوة عرفوا يعبروا عن غضبهم في التعليقات، وطلع الإعلامي محمد علي خير وقال لابد من مذلة والسن بالسن من واحد مكتوب في بطاقته انه ذكر. وزارة الداخلية جابته متكلبش بالحديد ومتصور، وهيكون عبرة لكل بلطجي يستقوى على الضعيف. ومش بس ياخد أضعاف الألمين، لا، ياخد معاهم عقوبة تنسيه اسمه ومستقبله. وبالنسبة لأهالينا سكان محافظة السويس البواسل، محلات الملابس بتاعة البلطجي ده انتوا عارفينها كويس عندكم. الاتنين دول اسمهم عاصم غريب مصطفى وعلي غريب مصطفى، اصحاب محلات ديزني للاطفال بالسويس بمنطقة الجناين. خسارة في حد يشتري من عنده قطعة واحدة، لكن لو كان شكلك شمام يا حاج غريب ولا حاجة كان ممكن يخاف يمد ايده عليك. لكن هو انسان ناقص عشان يعمل اللي عمله معاك. انت راجل محترم، والسويسة كلهم ومصر كلها وكل انسان عنده مروءة وشهامة ونخوة بيدعموه. حقك علينا يا عم غريب، حقك في رقبتنا. وزي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. اولا جوز اختي ساكن في الشقه دي ايجار قديم. الاثنين دول عاصم غريب وعلي غريب دول اصحاب البيت. اللي حصل ان هم جم في يوم، هم عندهم شقه فوق شقه جوز اختي ده، عاملينها مخزن. جم في يوم وقالوا ان في حد سرق المخزن ده، وجايبين فيديو. الفيديو معايا، ممكن اوريه لحضرتك والساده المشاهدين يعني. بيقولوا الفيديو ده اصلا مش يعني الولد اللي هم جايبينه مش باين له اي معالم خالص، وبيقولوا ان هو ده ابن الحاج غريب. طيب مش هو يا ابني؟ ده لا هيئته ولا وضعه ولا شكله باين اصلا، منين بتقول ان هو؟ فقال لا، هو بالعافيه يعني، هو وخلاص. طبعا جه اللي اسمه علي ده جايب معاه شويه بلطجيه بسلاح، وجايب مطوه وماسك محمد، مسك في محمد ابن اختي، وكان عايز يضربه. الناس حشته. وجينا والناس اتلمت، وجينا يا ابني في ايه؟ زعيق وشتيمه وقله ادب وبتاع. وفي الاخر قالوا احنا بلغنا الشرطه. قلت لهم خلاص بلغوا الشرطه طالما الموضوع في يعني في احنا بنقول مش انتوا وانتوا بتقولوا هو، خلاص بلغوا الشرطه، واللي يفصل بيننا وبينكم الشرطه. جت الشرطه وخدت محمد عملوا له محضر. واحنا طبعا عملنا محضر لعلي ده بالتعدي علينا بالسلاح واللي هو عمله ده في النيابه. طبعا موضوع محضر قدام محضر، فهم اتنازلوا، ومحمد والحاج غريب اتنازلوا. جاي بقى احنا المفروض ان احنا جايين، اقسم بالله احنا رايحين نحل الموضوع ونتفاهم، حتى لو هيسيبوا الشقه بس احنا نتفاهم، مش بالوضع اللي انت بتقوله ده. هنتفاهم انت عايز ايه؟ طب احنا ما ينفعش، طب احنا وضعنا. طب هو عرض قال ان انا ممكن اشوف لكم اي شقه ايجار تانية وادفع لكم الايجار وبتاع. قلت له يا ابني الموضوع ما بيمشيش كده، ده في التليفون. المهم يعني هو جه تحت. اول ما جه من تحت، هو الشقه في الدور الثاني طبعا، فقريبه جدا من الشارع. وقف قدام الشارع قدام البيت: انا جيت وانا عايز ذكر ابن وابن يجي يطلع محمد غريب اللي الشقه. فاخويا قال له محمد غريب اوريدي في الشقه اصلا. فانا هطلع ودين ومش دين، وهطلع ارميه من فوق، وهطلع اولع فيكم وهعمل وطالع يتهجم علينا. الناس بتحوش على السلم، والفيديو ده معايا موجود برضو. الفيديو ده موجود معايا، هوريه لحضرتك. انا كل اللي كلمونك ده كله فيديوهات موجوده. هو طالع على السلم والناس بتحوشه، وانا نازل على السلم بقول له اهدى يا عاصم، راح ضاربني في وشي على طول. والله ضربني في وشي. انا بصراحه ضربته في وشه طالما هو ضربني. واحد جاي بيتهجم عليا وانا في بيتي. المهم قامت عركه وبتاع، والناس حجزوا، واحنا كنا نزلنا في الشارع، وقامت عركه بيننا وبينهم. الناس شيل ده شيل ده شيل ده عندها، طلعونا اطلعوا فوق، خد جماعتك واطلع فوق يا محمد، خد الناس واطلع. طلعنا فوق، قعدنا في الشقه. شتيمه وقله ادب وترزيع على الباب. وبرده الفيديو معايا بتاع ترزيع على الباب عشان يخشوا علينا البيت، وانا وولاد اختي قافلين الباب بايدينا. الباب كان اتكسر، وقافلين الباب بجسمنا عشان ما يخش علينا. وكنا اتصلنا بالشرطه عشان تيجي تحل الموضوع. اول ما جت الشرطه هم هربوا. هو وابن اخوه
يوم الجمعه الصبح اللي هو امبارح ده الصبح بعد الصلاه، الحاج غريب تعبان وعيان وليه علاج. العلاج كان في البيت. ما طلعوا طبعا البنات والولاد وخدتهم ومشينا. ما كان في العلاج بتاعه موجود في البيت. بعد الصلاه خد بنته وراح يجيب العلاج. حصلت الواقعه اللي حضراتكم شفتوها، انه عايز يخش الباب، اللي اسمه عاصم ده منعه، قافلين الباب بالجنزير زي ما حضراتكم شفتوا في الفيديو. قفل الباب من جوه وقال له مش هتخش. اخوه التاني مسكه من بره، وحصل الصفع اللي حضراتكم شفتوه.